اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة آية الموافي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. رحمة دخلت أوضة أخوها. ولا أنت يلا اصحى بقى خلينا نروح، أنا مش عايزة أتأخر. في زفت التين أنت على الصبح. الله، هو الواحد ما يعرفش يتخمد في البيت ده ولا إيه؟ تتخمد إيه؟ قوم يلا قوم، ورانا رحلة. عليا النعمة يا زفت التين، أنت لو ما قمتش دلوقتي لكون كب عليك مية متلجة. ماجد مسكها من قفاها. في يخرب بيتك. عليا النعمة إيه؟ قولي تاني كده. بنت احترمي نفسك، ده أنا أكبر منك بسنتين واطول منك بمتر بحاله، ما تخلينيش اسفخك قلم كده يجيبك الارض. طب اعملها كده وانا هقول لابويا يعلقك. يا بابا يا بابا انت يا بابا. ماجد حط ايده على بقها بسرعه. بس الله يكسفك، اكتمي يا بنت، هو انا اصلا جيت جنبك؟ رحمه بعدت ايده عنها وعضته جامد. يا بنت العضاضه، يا شيخه منك لله. في ايه يا حبيبي بابي؟ بتنادي عليا ليه؟ ابنك يا حاجه عايز يمد ايده عليا، يرضيك كده يا بابا؟ محمد حط ايده على قلبه بصدمه. ايه يمد ايده عليك وانا عايش؟ هي حصلت الكلب الادب ده؟ لا ده الاوفر ده يا حاج. امال لو كنت مديت ايدي عليها بجد كنت عملت ايه؟ وبعدين هي اللي عضتني، انا عايز حقي منها. عايز حقي ايه يا شحت انت؟ وبعدين رحومه حبيبتي تعمل ايه عايزاه؟ حبيبي يا بابا ربنا يخليك ليا يا رب. والله العظيم ده ظلم وافتراء. انا سمعت صوت حد بيتكلم هنا، هو انت قلت حاجه يا ماجد يا حبيبي؟ لا ما اتنقلتش قلت حاجه، انا قايم البس، خلينا نغور من هنا. وانا هجهز السندوتشات اللي عاملاها لينا وكمان لاولاد عمنا. اوعى تاكل السندوتشات كلها لوحدك، انا عارف انك مفجوع. انا مش هاكل خالص يا بابا، انا عايش على الطاقه الشمسيه. حلو كده يكون احسن برضو، على الاقل اوفر على قفاك. بص له ماجد بغيظ ودخل الحمام عشان يغير هدومه، وبعد شويه كانوا واقفين على الباب. خلي بالك منها يا ماجد، دي امانه في رقبتك. خلاص بقى اوفر، ما تقلقش اختي في عيوني. بابا عايز مني حاجه قبل ما نمشي؟ استني خدي معاكي ده، زي ده من ليكي يعني. ده ايه البتاع ده يا بابا؟ اي حد يقرب منك كهربيه امه على طول. بس كده يا حجوج من عيوني الاتنين دول. والاتنين نزلوا على تحت ولقوا سند وبسمه كانوا واقفين قدام العربيه ومستنيينهم لمات يوم ماجد لما شاف بسمه. ازيك يا بسمه، عامله ايه؟ ازيك يا سند؟ الحمد لله احنا كويسين. ازيك يا رحمه؟ بخير الحمد لله. بالله عليك طمني وقول لي بقى ان المنطقه الجبليه اللي احنا رايحين نخيم فيها مفيش فيها ديابه ولا ثعالب. للمره المليون بقول لك والله ما في حاجه هناك، ما فيش اي حاجه خالص من الحاجات دي. ما تقلقيش يا رحمه، احنا كنا هناك قبل كده وما كانش في اي حاجه. طيب طالما الدنيا امان فيلا بينا عشان متحمسه قوي. ابتسم سند وركب العربيه وماجد ورحمه ركبوا ورا. انا هنام بقى، ما تصحنيش غير لما نوصل. وحياة امك بقى انت تصحيني من احلى نومه وفي الاخر انت تنامي؟ ما انا صحيتك عشان ما نتاخرش، مش يعني عشان سواد عيونك، وبعدين اللي غيران مننا يعمل زينا. والله يا بنت يا رحمه وحشاني قوي خناقكم مع بعض. طب انا اشهدك، يرضيكي يعني يا بسمه تصحيني وفي الاخر تنام هي؟ رحمه حبيبتي تعمل اللي هي عايزاه، مش كده يا رحمتي؟ حبيبتي 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 5 حبيبتي، انا لو بشحت كده ما احبش الا انتي. ده انتوا اتفقتوا عليا بقى. بالظبط كده. خدي يا بنت يا بسمه ساندوتش كفته ده، خديه والله مخسره فيكي. انا عايزه انا كمان ساندوتش كبده. بس يلا من هنا، شوف انت رايح فين. الله بص لها بغيظ. طب وانا يا بسمه خساره فيا يعني ساندوتش كفته ولا ايه؟ لا طبعا خساره ايه، ده انت تاخد كمان على ساندوتش كفته ساندوتش كبده. ابتسم سند. اشمعنى انا يعني ان شاء الله؟ ولا هما ولاد البطه البيضه وانا ابن البطه السوداء؟ ها بالظبط كده، فاطلع منها بقى ولا اقول لك خلاص خد ساندوتش لا تبص لي فيهم ويجي لي بقى تلبك معوي من عينك. خد يا اخويا. ياه، اكتر حاجه بحبها فيكي هو انك بتموسي فيا. طبعا يا ابني انت هتقولي انا هنام بقى. يلا تصبحوا على خير. رحمه غمضت عيونها ونامت، وماجد طلع موبايله وبدا يلعب فيه شويه. وبالليل انا تعبت قوي. هو لسه قد ايه سند؟ قربنا نوصل اهو، ما عادش غير شويه صغيرين. ايه يا عم كل ده؟ انت سايب من صباحيه ربنا ولسه برضه ما وصلناش. هو صحيح الطريق طويل قوي، بس لما تشوف جمال المكان وهدوءه هتعرف احنا ليه بناخد الطريق ده كله عشان نروح هناك. هو يعني طالما المكان عاجبك يا بسوم فاكيد هيكون جامد. بتقول حاجه يا ماجد؟ لا انا بقول بس ان شاء الله المكان هيعجبني. بحسب. لا من الناحيه دي طمن خالص، ان شاء الله المكان هيعجبك. رحمه مالت على ماجد. خف يا عم دلقتك دي شويه بدل ما اخوها القمر ده يشلوحك. بقول لك ايه، مالكيش دعوه انت. وبعدين هو ايه اللي اخوها القمر ده؟ ها ما تلمي نفسك يا بنت انت، بدل ما نلمك انت حره. هو انت ما قدرتش على الحمار فبتقدر على بردها؟ بص لها بغيظ. وبعد شويه وقف سند العربيه. وصلنا اخيرا، يلا انزلوا عشان ننصب الخيم. نزلوا من العربيه واتصدموا لما لقوا المكان جميل قوي وقدامهم نهر. الله ده ايه المكان الحلو ده؟ انا في حياتي ما شفتش كده. انت احلى يا رحمه. ايه؟ هو انت قلت حاجه من شويه؟ لا ما كنتش بقول حاجه. المهم ايه رايك في المكان؟ تحفه، المكان حلو قوي، ده يكفي ان الهواء يرد الروح. ايه رايك يا ماجد في المكان؟ عجبك صح؟ اصل باين يعني من فتح بقك دي ان هو عجبك. قفل ماجد بقه بسرعه واتحمحم فضحكت عليه.
يلا بقى نصب الخيم وبعدها نستمتع بالهدوء ده. نصبوا خيمتين جنب بعض وجابوا خشب وولعوا فيه وقعدوا على شكل دايره. اهم حاجه ان المكان هنا ساقع قوي، مش حر زي عندنا. ده احنا كنا بنيجي هنا في الايام اللي قبل الشتاء على طول وكنا بنتلج. هاتي اي حاجه من الحاجات اللي معاكي يا رحمه، انا جعان. هدخل الخيمه اجيبهم. انا كمان جايبه معايا تسالي، حاجه كده تستاهل بقكم. دخلت رحمه الخيمه. احلى حاجه في رحمه اختي ان في اي رحله بنطلعها بتكون جايبه معاها حاجات كتير قوي. ما احنا قبل ما نطلع الرحله بيوم بنقعد مع بعض وبنكتب بقى الحاجات اللي بنجيبها. وانا لو الفلوس اللي معايا قالت ليه؟ اتاري في دوده خدتهم مني. ها انا دوده يا سند؟ اصلا فلوس ايه دي اللي انت شاكك ان انا خدتهم منك؟ اخص عليك بجد، هو انا بتاعت الحركات دي برضو؟ ده انت ابو كده كمان. الله يكون في عون اللي هيجوزك. قصدك يا بخته اللي هيجوزها والله. قلت لي. طب اظبط بقى كده ها، وادي نظرك ناحيه تانية عشان ما املكش. ابتسمت بسمه. ايه ده، هو حرام ابص لك ولا ايه يا ابن عمي؟ ها تبص لي برضو على انا الكلام ده؟ اتحمحم ماجد ورحمه خرجت بالحاجه اللي معاها. اكلوا كلهم وبعد ما خلصوا انا هدخل انام بقى يا جماعه. عايزين حاجه قبل ما اتخمد؟ وانا كمان هدخل انام لاني فصلت قوي. ايه يا جماعه الرخامه بتاعتكم دي؟ هو انتوا جايين هنا عشان تناموا ولا ايه؟ مالكي حق تقولي كده، ما انت نايمه اكتر من نص طريق. عايزه ايه تاني؟ انا كمان هدخل انام لاني تعبت من السواقه. هو انتوا كلكم هتناموا وتسيبوني كده؟ جربي يا ستي تنامي، يمكن تتخمدي من غير ما تحسي. انامي يا بسمه، ده انا لسه صاحيه من شويه. مالناش دعوه عشان تعودي بعد كده ما تناميش في نص طريق. ماجد دخل الخيمه. يلا يا رحمه ادخلي ورا اخوكي. لا ادخلوا انتوا، انا هفضل قاعده هنا شويه. لا طبعا مش هينفع تقعدي هنا لوحدك، ده خطر عليكي. في يا سند، انت محسسني ان الخيمه بعيده عن هنا، دي ورانا اهي. رحمه اسمعي الكلام، اخويا عنده حق. لا ادخلوا انتوا وسيبوني قاعده هنا شويه. قدامي يلا على خيمه اخوكي. يلا يا رحمه، والا والله العظيم. ما كملش سند كلامه لان رحمه جريت على الخيمه بتاعتها. انا ما كنتش عارف انك مسيطر كده. لا بصراحه عجبتني. ادخلي انت كمان الخيمه يلا. حاضر، بس وانت ببرق ليه دلوقتي؟ ما بالراحه عن نفسك يا اخويا. كان هيقرب منها بغيظ بس هي جريت على الخيمه بسرعه. ابتسم سند وراح وراها عشان ينام. عند رحمه كانت رحمه بتبص على اخوها بغيظ وهو نايم زي الجاموسه ولا كأن في اي حاجه. هي الفسحه دي يعني فيها كام يوم عشان يناموا كده؟ دي هي يا يلا 3 ايام على بعض. يوه. حاولت رحمه انها تنام بس ما عرفتش، كمان بسبب ان اخوها عمال يخرج اصوات من بقه وهو نايم، يعني من الاخر بيشخر. انا عارفه ان انا جبته لنفسي لما عملت خيمه ليا وليك، يا ريتني كنت عملت خيمه ليا لوحدي. ايه القرف ده؟ رحمه حست بالزهق فقررت انها تخرج بره وتتمشى شويه. خرجت بره وبدات تتمشى وهي سرحانه في جمال المكان، بس صرخت بفزع لما سمعت صوت من وراها. انت ايه اللي خرجت بره الخيمه؟ هو انا كلمتي مش بتسمع ولا ايه؟ انت عايز تهانم؟ حرام عليك يا سنة، خضتني. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ مش المفروض تكون نايم؟ ما جاليش نوم برغم من اني عايزه انام. المهم ما تغيرش الموضوع. انت خرجتي ليه بره الخيمه؟ خرجت بره عشان زهقت قوي، وبعدين انت مش عايزني اخرج لوحدي ليه؟ ما تقلقش، لو حد اتعرض لي انا هعرف ادافع عن نفسي كويس قوي. قلتيلي يعني انا لو اتعرضت لك هتعرفي تدافعي عن نفسك صح؟ ايه ده انت بتقول ايه؟ هو انت بتقرب كده ليه سند؟ بشوف اذا كنت فعلا قد كلامك وهتعرفي تدافعي عن نفسك ولا لا. ارجعي يا سند عشان ما اتغباش عليك. انا عايزك بقى تغبي عليا، مش انسيه اللي عند معايا. وريني بقى لو حد اتعرض لك هتدافعي عن نفسك ازاي. افتكرت رحمه ان باباها ادالها الصاج الكهربائي. مش انت عايز تشوف انا هعرف ادافع عن نفسي ازاي؟ انا بقى هوريك، بس ما تجيش تعيط لي في الاخر، ماشي يا امور؟ قربت رحمه منه وطلعت صاج من جيبها وكهربته بيه. ابعدي بتعد عني يا بنت مجانين، اوعي. رحمه بعدت تصحك عنه وهو واقع على الارض. منك لا يا رحمه الكلب، وربنا لو اوريكي بس اقوم لك بس. الله، هو مش انت اللي اصريت تشوف انا هدافع عن نفسي ازاي؟ زعلت ليه دلوقتي؟ كان ممكن تهوشيني بيه لكن مش طبقي عملي عليا يا حماره. ما انا بصراحه بقى عمري ما جربت البتاع ده على حد قبل كده، فقلت اجرب عليك وهو بالمره استفاد. ايه تجربيه عليا؟ هو انا فرط تجارب ولا ايه يا ست رحمه؟ رحمه كانت لسه هتتكلم بس فجاه سمعوا الاتنين صوت صريخ، كان ماجد وبسمه. هو في ايه؟ هما بيصرخوا كده ليه؟ هو انت لسه هتتكلمي؟ يلا بينا نشوفهم بسرعه. جريوا لمكان الخيام واتصدموا لما لقوا ان في دب بيجري ورا ماجد وكمان بسمه. اسوح، هو ده دب ولا انا بتهيألي؟ يا لهوي، الله يخرب بيتك يا بومه، قريتي فيها؟ دايرته كان طلع كلب ولا ثعلب كنا قدرنا عليه. هو انت لسه هتتكلم وتسيب العيال تتاكل؟ اتصرف، اعمل اي حاجه. اعمل ايه؟ بقول لك ايه، هتجي الصاعق اللي معاكي؟ رحمه ادت له صاعق وسند بدا يعمل صوت بالصاعق عشان الدب يخاف من صوت ويطلع يجري. وقف الدب مره واحده وبص لهم. ايه ده بقى؟ هو بيبص لنا كده ليه؟ هو مش هيمشي بعيد بقى ولا ايه؟ ايه الرعب ده؟ استني كده لما اكرر الصوت يمكن يجري لما يسمعوا تاني. سند شغل الصاعق بس اتفزعوا هما الاتنين لما الدب جري ناحيتهم. يا لهوي ده هيكوننا، الحقونا. اجري يا بنت العبيطه، انت لسه هتصدمي. الاتنين جريوا وبدل ما كان الدب كان بيجري ورا ماجد وبسمه جري وراهم هما الاتنين. منك ليه يا سند؟ انت افكارك الزفت دي عاجبه كده؟ وانا كنت اعرف منين يعني ان هو هيجري ورانا؟
انا قلت اجري بعيد عننا. بصيت رحمه وراها. يا لهوي يا لهوي، ده لسه بيجري ورانا، ده قرب مننا قوي يا سند، هنعمل ايه؟ وقفت عربيه سند قدامهم. اركبوا بسرعه، خلونا نخلع من هنا. ركبوا الاتنين بسرعه ورا، وماجد ساق باقصى سرعه. ياه الحمد لله، ده احنا فلتنا باعجوبه. انت اسكتي خالص يا بومه، انت كل ده بسببك انت. بسببي ليه ان شاء الله؟ هو انا اللي قلت للدب يجي ويجري ورانا؟ هو مش انت اللي نبرتي وقعدتي تقولي افرض لقينا هناك دب او ثعلب، او طلع لنا دب اهو؟ يا سلام، يعني الغلط مني انا عشان انا نبرت، مش عشان يعني انت وديتنا مكان فيه دب، صح؟ بقول لكم ايه، بطلوا خناق بقى، انا مفاصلي ثابت اصلا من كتر الرعب وخايف اعمل بينا حادثه. ما هو ده اللي ناقص، ما هي رحله سودا على دماغنا. هو الدب ده طلع عليكم ازاي؟ هو انتوا مش كنتوا نايمين؟ انا صحيت على صوت اخوكي وهو بيصرخ، ولما صحيت وجريت بره الخيمه عشان اعرف في ايه، لقيته بيجري ناحيتي وفي دب بيجري وراه. انا كنت نايم في امان الله، فجاه حسيت بحركه جنبي. انا قلت ان اختي نامت، وهي من طبعها هترفض زي جاموسه كده وهي نايمه، فما حطيتش في دماغي وكملت نوم. انا جاموسه يا ماجد؟ طب ايه رايك بقى ان انت سيد العجول كلهم يا عجل؟ بت لمي نفسك بدل ما ازعلك. هو فين الساعه اللي كان معايا عشان اكهربه بيه؟ اكيد يعني ايدي ما كانش فيها اعصاب عشان افضل ماسكه وانا بجري. المهم قولي ايه اللي حصل بعد كده؟ لما الحركه اللي جنبي زادت صحيت وكنت لسه هزعق فيها، بس اتصدمت لما لقيت وش الدب ده في وشي. اكيد منظرك وقتها كان مسخره قوي. مسخره بس؟ ده انا كنت عاملها على نفسي. ده كويس اصلا ان انا ادركت الموقف بسرعه وخرجت بقى من الخيمه قبل ما يهجم عليا ويكوني. الحمد لله انها عدت على خير، انا مش هاجي المكان ده تاني ابدا. لا نيجي ايه بقى، انا خلاص حرمت اجي مناطق زي دي. هو انا مستغني عن عمري ولا ايه؟ فعلا والله، من خرج من داره اتقل مقداره. يا ريتني كنت فضلت مرزوعه في البيت. كويس ان ما كنتش موجود وقتها، لان لو كان دخل لي انا كنت هطب ساكت. صح يا سند، هو انت كنت فين؟ هو مش انت كنت نايم جنبي؟ ولا انت يا رحمه كنت موجوده؟ هو انتوا كنتوا فين انتوا الاثنين؟ انا عن نفسي ما جاليش نوم بسبب ان انا نمت كتير، فقلت اتمشى. وانا قلته ما عرفتش انام، فقلت يعني اتمشى، واتصدمت لما لقيتها بره الخيمه. انا عايزه انام قوي، ما تيجي يا سند تسوق؟ لا يا عم انا عايزه انام، ده يكفي ان انا فضلت سايق طول الطريق. انا مش عارفه بجد انتوا ازاي عايزين تناموا بعد الخضه دي؟ ده انا النوم مش هيجي لي يومين او 3 لحد ما اتخطى اللي حصل. ما هو سبب الخضه دي عادي، انا ممكن انام يومين بحالهم، انا اعصابي ومفاصلي كلها ثابت. بما ان يعني انا الوحيده اللي مش عايزه انام، فانا اللي هسوق. لا طبعا، انت جننتي ولا ايه؟ مستحيل. في انتوا الاثنين مالكم اتخضتوا كده ليه؟ انتوا حسستوني ان انا قلت ان انا هخلص عليكم. ما انت فعلا هتخلصي علينا، ده انا لسه شاب ومش عايزه اروح احضر بدري كده. لا والله. طب وانت بقى يا سي ماجد الزفت انت، هو مش انت برضو اللي معلمني؟ انت عارف قدراتي كويس صح ولا ايه؟ ما انا عشان عارف يعني قدراتك فبقول لك لا. انا غلطانه اصلا عشان قلت لكم اساعدكم، ما تتفلوا، انا مالي الله. لا يا اختي شكرا، احنا ما طلبناش مساعده من حد. ماجد هيسوق نص طريق وبعد كده هيصحيني واسوق انا بقى النص تاني، شكرا لخدماتك. رحمه كشرت في وشهم فضحكت بسمه. بصراحه يا رحمه هم عندهم حق، انت اخر مره صوتي فيها عربيه ماجد كنت هتعملي بينا حادثه. اديكي قلتي اهو كنت وبعدين انا عشان سواقه شاطره تفاديت العربيه اللي كانت قدامي بسرعه. نعم يا اختي، قصدك ان انا اللي اتعاملت مع موقف بسرعه ومسكت الدركسيون وتفاديت العربيه مش انتي؟ ما هو انا وانت ايه يا ماجد، مش واحد برضو؟ لا يا اختي مش واحد، وتهدي بقى، خليني اركز في ام السواقه. سكتت رحمه بغيظ. انا هنام انا بقى، وبعد ما تعدي نص الطريق صحيني. ماشي يا ابن المحظوظه، ناس تنام وناس تسوق. ضحك سند وغمض عيونه وراح في سايبها نومها وبسمه. تلاقي اللي حصل لنا ده بسبب بوزك الفقر اخويا وانا عارفاه. قصدك بسبب وشك اللي قطع الخميره من بيت يا بومه. طب بص قدامك عشان ما ازعلكش. يا بنت ما تخلينيش اركن العربيه وانزلك. طب ابقى اعملها كده عشان دي ولا دب يطلعوا عليك ونخلص منك بقى. الله. ماجد بص حواليه بخوف. ما انا بقول استنى لحد ما نرجع البيت وساعتها بقى ابقى اوصلك لسانك الطويل ده براحتي. لا يا باشا، برضو مش هتقدر تعمل معايا اي حاجه، لانك هتلاقي اللي اخطر من الدب هو بابا. خلي يا اختي مدلعك كده لحد ما تبقي مش نافعه. مالكش دعوه انت، وخليك في خيبتك. الله. بص لها بقرف وركز في الطريق عشان ما يعملش بيهم حادثه. وتاني يوم يلا يا جماعه اصحوا، احنا وصلنا خلاص تحت البيت. فتحوا عيونهم. يا اخيرا، ده انا قفايت لوح من نومه العربيه. ومين سمعك؟ انا كمان قفايت لوح وضهري اتدشمل. انا بقى عادي لاني متعوده على نومه العربيات. يلا يا ماجد روح هات لنا فطار عشان بابا بعت لي مسج وقال انه مفيش فطار في البيت. هو كل حاجه انا؟ ما تروحي جيبي انت الفطار. الله، ولا هو ماجد يعني المفروض يعمل كل حاجه؟ هو مش انت كل شويه تقولي ما تسترجليش وتقعد تقولي بلاش تعيشي دور الرجاله؟ يلا بقى يا حلو، ادي دورك وانت ساكت. نزلت رحمه من العربيه بغرور ودخلت البيت. يا ما نفسي البها على قفاها، بس اعمل ايه بقى؟ لو عملت كده ابويا هيعلقني على حبل الغسيل. وغير كده كمان رحمه قادره، يعني لو عملت لها حاجه مش بقيت تكهربك بالبتاع اللي معاها. لا كله الا البتاع ده، اختك جربته عليا عشان قال ايه كان نفسها تجربه على حد. انا عارف انها مفتريه بس مش للدرجه دي يعني. ماجد نزل من العربيه. هروح بقى اجيب فطار واطلع اكمل نوم على المرتبه. يا ظهري. وبسمه وسند طلعوا البيت بتاعهم. ماجد خبط على الباب ففتح محمد ابوه.
مش هدخلك غير لما اعرف انت جبت ايه. انت عارف يد لو جبت فول مش حراق، عارف انا هعمل فيك ايه؟ في يا بابا قصدي جوز امي، اصل ما فيش يعني اب بيعمل في ابنه الوحيد كده. اسره جبت الفطار اللي انا بحبه ولا لا؟ جبت كل حاجه انت بتحب تاكلها على الصبح، حلو كده يا بابا؟ طالما كده يبقى ادخل يلا يلا اخويا. بابا انا كنت عايز اكلمك في موضوع مهم. ربنا يستر. خير في ايه زفت التين انت؟ سند ابن عمي كلمني وطلب ايد رحمه اختي منك. في الوقت ده رحمة كانت خارجة من الأوضة واتصدمت لما سمعت كلام أخوها. إيه ده؟ أنت قلت إيه؟ كلمك إمتى ها؟ لما صحتي عشان نكمل سواقه، هو فتح معايا الموضوع وقال لي انه عايز يدخل بيت من بابه ويطلب بقى ايدك. انا بقى مش موافق. رحمه حبيبتي لا يمكن تتجوز. يعني ايه يا بابا لا يمكن تتجوز؟ لا طبعا اختي مصريه تتجوز زيها زي اي حد، دي سنه الحياه بابا. لا ماليش دعوه، لو عايز تتجوز انت اتجوز، انما رحمه حبيبتي لا. لا يعني لا. بابا انا عارف ان انت روحك في رحمه وبتشوف يا ماما الله يرحمها، بس انت يا بابا كده بتظلمها. محمد اتنهب بحزن. عندك حق يا ابني، انا كده بظلمها. طب رحمه حبيبتي انت ايه رايك في سند ابن عمك؟ اللي أنت شايفه يا بابا اعمله. طالما قلت كده يبقى موافق عليه، خلاص على خيرة الله. خلي البقى ده يجي النهارده بالليل عشان نطلب ايديها. حاضر يا بابا، عقبال ما تفرح بيا انا كمان. وبالليل دخل سند البيت هو وبسمة وفي ايده بوكيه ورد. محمد اخد منه الورد ورماه على الارض. ما عندناش احنا كلام فارغ ده، يلا اترزع يا اخويا. معلش استحمله، اصل هو غيران عليها ومش عايز يتجوزها اصلا. يا عم استحمله وماله، المهم اتجوز البت في الاخر. انتوا بتقولوا يا شحت منك ليه؟ ما تقعدوا يلا، بدل ما والله احلف ان مفيش بنات لجواز. لا طبعا يا عمي، ده انا اصلا ما صدقت ان اخدت الخطوه دي. لو عايزني اوافق يبقى خلي البنت تعيش في شقتك انت وبسمه، عشان الشقه تبقى قدام الشقه. انا مش هسمح لبنتي تعيش بعيد عني. اما بقى بالنسبه لفتره الخطوبه فلما بسمه ان شاء الله تتجوز يبقى ساعتها بقى تتجوز انت ورحمه. انا موافق على كل حاجه، بس حتى بسمه مش مخطوبه يا عمي عشان تتجوز. يعني انا ورحمه هنتجوز وبسمه بقى تبقى تخطب وتتجوز هي براحتها. لا هو ده اللي عندي وما فيش الا كده. بس قبل ما تتخانقوا مع بعض فانا اصلا عايزه اتجوز بسمه، يعني لو العروسه وافقت يبقى كده ما فيش اي مشاكل. بسمة اتكسفت. انا مش هقدر اغصب بسمه على حاجه، فلو هي موافقه يبقى انا كمان موافق. سند انا موافقه اتجوزه. خرجت رحمه من المطبخ وفضلت تزغرط. اي بقى عندنا عروسه زي القمر يا ناس. لا عروسين زي القمر. يا قليل الادب، بقى بتعكس بنتي قدامي. يا لهوي لا مؤاخذه يا عمي، هبقى عاكسها من وراك المره الجايه. ضحكوا كلهم وسند همس لها. بحبك. وانا كمان يا سند بحبك قوي. قرب ماجد من بسمه. بحبك يا قطه حياتي. وانا كمان بحبك يا ماجد. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.